بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لي رسالة إلى المسلمين في كل مكان، إلى الرجال والنساء، إلى الصغار والكبار، إلى الأغنياء والفقراء، إلى جميع إخواني وأخواتي. بماذا انتصر الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم؟ بماذا أعزهم الله جل وعلا؟ ما الذي رفع شأنهم وأعلى منزلتهم ومكانتهم؟ ما الذي جعلهم يسودون العالم؟ دانت لهم العرب والعجم. والله لو نظرنا نظرة خاطفة إلى بعض مواقف الصحب الكرام لعرفنا ذلك. على سبيل المثال، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وأيضا جاء عن رافع بن خديج، أن هذا الصحابي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وكانت نافعة لنا، وطواعيتنا لله ورسوله لنا أنفع. هذه هي المواقف، هذا هو الفهم. المحاقلة نوع من المعاملة، من كراء الأرض، كانوا ينتفعون به، لكن نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة. تعارضت لهم مصلحتان: مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، مصلحة دنيوية ومصلحة شرعية. ماذا فعلوا؟ قدموا الشرع فقالوا: طواعيتنا لله ورسوله أنفع، أن نطيع الله ورسوله هذا أنفع لنا. أميمة بنت رقيقة جاءت مع نساء ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، مع نساء من الأنصار، مدت يدها مع النساء للنبي صلى الله عليه وسلم ليصافحنه. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي ل100 امرأة، ما غضبن، إنما قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. حينما نفهم هذا عباد الله تعالى سينصرنا الله جل وعلا. حينما نقف مثل هذه المواقف سينصرنا الكبير المتعال جل في عليائه. حينما نعمل بقول الصديق لما قال له عمر: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: لمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال: هو رسول الله، وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الإجابة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم عمر أجابه أبو بكر. هذا هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. يقدمون الدين، يقدمون القرآن والسنة على شهواتهم وملذاتهم، على أفهامهم وأفكارهم، على اختياراتهم، لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، شبابا وشيبا، رجالا ونساء، ارجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى، واصدقوا مع الله سبحانه وتعالى، وسترون نصر الله جل وعلا، وسترون عجبا. لكن والله ما دمنا غافلين بعيدين عن الله جل وعلا، والله لن ننتصر، ولن يكون ذلك لنا، ولن يرفع عنا الذل، لأن النبي قال: لا يرفعه الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فوصيتي الرجوع إلى الله. نسأل الله تعالى أن يرحمني ويرحمكم، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.